طعمة. اهلا اهلا يا استاذ ربيع. انا عايزك في موضوع مهم جدا. وانا كمان كنت عايزاك في موضوع مهم جدا. ايه خير يا طعمة؟ ابدا، كنت عايزه اقول لك اني خلاص هتجوز الاسبوع الجاي، لا اكثر لا اقل. ايه هتتجوزي؟ ايوه، غريبه يعني؟ لا طبعا. لا مش غريبة ولا حاجة. ده شيء طبيعي جدا انك تتجوزي ويبقى لك بيت واولاد وكل حاجة يعني. فعلا ده اللي لازم يحصل. مالك يا استاذ ربيع؟ لا مفيش حاجة، ماليش ولا حاجة. بس شكلك زي ما تكون متضايق. انا؟ أولا. ايه؟ لا ابدا، بالعكس. انا مبسوط قوي انك قلت لي كده. صحيح والنبي؟ طبعا. ولا تكوني صحيح مصدقه الكلام اللي بيقولوه هنا. كلام ايه؟ في السيرك يعني. انه يعني بنحب بعض وجايز نتجوز. اوعي تصدقي. حاكم فوقيه دي لسانها زايد حته، ودايما تقول كلام فارغ كده. الله، هو لما حد يقول على حد انه هيتجوز يبقى كلام فارغ؟ طبعا. واحده زيك تتجوز واحد زي ليه؟ بمناسبه ايه؟ لا انا شاب ولا غني ولا ناجح. انا حته بلياتش، ولا راح ولا جه. مراته ماتت وسابت له ابن صغير مش عارف يعيش معاه في بيت واحد. يعني ما فيهاش اي ميزه ممكن تخلي واحده زيك تفكر انها تتجوزني. عن اذنك. استنى بس علشان الحق البس، اصل لسه هلبس هدومي واعمل مكياج. طب استنى بس، انت مش كنت عايز تقولي حاجه؟ انا فعلا، بس نسيت. طب ولما هتفتكر هتقولي؟ ضروري طبعا. و يعني كنت عايز اعرف مين العريس سعيد الحظ ده. ضروري هعرفك بيه. لازم على الاقل اقول لك مبروك. عن اذنك. ايه عملت ايه يا تعب؟ قلت له وشكله كده زي ما يكون اتضايق. مش قلتلك انه بيحبك؟ خليكي ماشيه في حكايه انك مخطوبه دي، و100% بعد كام يوم مش هيطيق السكات وهيبوحلك باللي في قلبه كله. بس انت عارفه ده طلب مني ايه؟ طلب مني اني اشوف العريس. وماله ده ايه؟ انت صدقتي اني اتخطبت بصحيح؟ لا طبعا، بس انا قصدي اقول لك ان احنا نشوف له خطيب كده وكده. نأجر واحد يعني؟ لزوم الشطشطه يا عشان يغير يعني. طب وده هنجيبه منين؟ ولاد الحلال كتير. يعني هنوصل للنتيجه؟ ايه مستعجله على الجواز ولا ايه؟ لا صدقيني، مش علشاني، انما عشان خاطر طارق بس، لا اكثر لا اقل. مالك يا طارق؟ ما بتذاكرش ليه؟ ابدا يا ستو، بذاكر اهو. عارف يا طارق، عارف انا دايما بقولك لازم تذاكر ليه؟ ليه؟ عشان خايفة عليك، مش عايزاك تبقى زي بابا. وبابا ماله؟ بابا احسن واحد في الدنيا. طارق انت كبرت ولازم تعرف كل حاجة. بابا بطل، بابا اكبر بطل في السيرك. ده كان زمان يا طارق، لكن بعد ما حصلت له الحادثة خلاص ما بقاش نافع. ما تقوليش كده عن بابا. لكن لو كان ذاكر، لو كان معاه شهادات، ما كانش بقى كده. اسكتي من فضلك، اسكتي. كل حاجة بتروح يا طارق، الفلوس والشهرة والمجد، لكن التعليم بس هو اللي بيفضل. لازم تذاكر يا ابني، مش عايزاك تبقى زيه. لا انا خايفة عليك مني يا طارق، مش لازم تروح له ابدا. لو قعدت معايا هنا هتكبر وتبقى راجل محترم، مش بلياتشو. بابايا مش بلياتشو، بابايا بطل. سامعة؟ بابايا بطل. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا ربيع؟ بقى طعمة اتخطبت؟ ايوه يا سيدي. مش معقول، بتتكلم جد؟ وايه اللي يخلينا اهزر في موضوع زي ده؟ طب واتخطبت لمين؟ ما قالتليش. طب ما كنت تعرض عليها الجواز برضه. دي تبقى رزالة بقى يا اخي. واحدة مخطوبة اخطبها تاني؟ ايوه، مش جايز كانت تفضلك عنه؟ وجايز تقول عليا قليل الذوق. يا خسارة. لا يا سيدي ولا خسارة ولا حاجة. هي فعلا لطيفة لكن مش مهم. ظريفة ايوه، انما ايه يعني؟ طارق بيحبها اي نعم، لكن زي بعض. يا سلام، كل اللي بتقوله ده مش زي بعض. هعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يا عرفان؟
حلو دراعها واقول لها سيبي خطيبك واتجوزيني. بس ازاي ده حصل؟ ازاي يعني ايه؟ ما انا بشوفها كل خميس وجمعة وما جابتليش سيرة ابدا عن حاجة زي دي. وانت يعني كنت ولي امرها علشان تديك خبر؟ بس دي اصلها حاجة ما تستخباش. اهو استخبت وخلاص يا سيدي. لا، انا لازم اعرف ايه الموضوع بالظبط. الحكاية كده فيها ان شكلها كده مش مطمني. بلاش فزلكة وحياة ابوك، لا تعرف ولا ما تعرفش. انا عارف حظي كويس، انكتب عليا اعيش وحيد مع ابني، وانا حامد ربنا وشاكر فضله على كده. ده هي الحكاية كده. لا اكثر لا اقل. لا اكثر لا اقل، يعني عايزاه يغير يعني. مش عشان حاجة، انما عشان طارق. ايوه انا عارف اهو كله بثوابه يا طعمة. مش كده برضو النبي؟ طب حس ان الحكاية كده بقى، ها. فانت لازم تسبكي الموضوع عليه. ازاي؟ انا بقول يعني هم. متهيألي كده هم. لازم يشوفك ولو مرة واحدة مع خطيبك ده يعني. ما عشان كده فرحت لما جيتني هنا في السيرك. مش فاهم. ايه رأيك تبقى انت الخطيب المجهول؟ مين ده؟ انا؟ ايوه يا سيدي، فيها ايه؟ لا مستحيل طبعا. ربيع صاحبي من سنين طويلة، مستحيل اعمل معاه حاجة زي دي ابدا. ربيع انا علق منه الست اللي عايز يتجوزها. لا يا اخي هو بصحيح. او حتى مش بصحيح. لا انا ما اقدرش اعمل عامله زي دي ابدا. يا عرفان ده ولو. تمثيل لا اكثر لا اقل. ولو عشان خاطر يتيم طارق. ابدا. انا صدقت بربيع لا يمكن اجرحها ولو جرح سطحي، مش ممكن ابدا. لا انا على العموم متشكرة، بس لو الفكرة ما نجحتش تبقى انت المسؤول، وذنب المسكين طارق هيبقى في رقبتك انت بس كده، لا اكثر لا اقل. غزال، يا نعم. اخبار صاحبك ايه؟ صاحبي؟ مم. صاحبي مين؟ ابو الحديد ده ولا هو اسمه ايه؟ ابو الدهب. ايوه. كويس. الله، لكن ليه بتسألي عليه؟ اصل يعني بقالك مدة كده ما بتجيبش سيرته. مش انت اللي نبهت عليا ما اقولش اسمه قدامك؟ يا شيخ مش للدرجة دي. اه مهما كان انت اخويا، وانا شايفة ان مصلحتك معاه ولازم اعرفه كويس. عال. طب ايه رأيك بقى نعزمه هنا؟ لا مش هنا. بلاش، نقعد في اي حتة بره. وليه بره؟ ما تجيبه في السيرك يتفرج. مفيش مانع، اقول له. تبقوا تطلعوا لي ورا المسرح عشان اعرف ايه رأيه في نمرتي. سيدي يا سيدي، ده ايه رضا السامي ده يا طعمة؟ تكونيش بتدبري مقلب للراجل؟ انا اه وايه اللي يخليني اعمل كده يا ابني؟ كل ما في الموضوع أيوة. مش عايزاه يتضايق بسببي، عشان شغلك معاه يمشي كويس بس كده، لا اكثر لا اقل. يا سلام، ايه العظمه دي؟ احسنتي يا طعمه هانم، كنت هايله قوي. صحيح والنبي عجبت حضرتك. جدا جدا. ما عندكيش فكرة يا طعمة ابو الدهب بيه كان سعيد بيكي قد ايه؟ ده جامد خالص. ايه رايكم بقى بالمناسبه السعيده دي؟ انا عازمكم الليله على العشاء. خلاص بكل سرور. لا معلش، اصل انا تعبانه شويه. الف سلامه ليك يا طعمه هانم. تحب اجيب لي سعادتك دكتور؟ لا مش للدرجه دي. اصل عربية فكري بيه بره، ممكن اخد المفاتيح واروح اجيب لك اي دكتور حالي. لا مفيش حاجه، ده بس شويه تعب. ايه مالك؟ بتبص على حد؟ لا ابدا، ده انا بس بدور على فوقيه صاحبتي اللي هنا. تعمة نعم. ربيع وصل يا تعمة، ربيع وصل. طب اتفضلوا انتوا مع السلامه. مش لما عرف فكري بيه بربيع بالمرة؟ انا سمعت عنه كتير ونفسي فعلا اتعرف بيه. معلش يا فكري، بفرصه تانية عن اذنكم دلوقتي عشان لازم اغير هدومي. طب يا طعم، انا عندي مشوار مع فكري بيه، هنروح بالعربية وابقى احصلك على البيت. طيب مع السلامه. مساء الخير يا طعم. اهلا يا استاذ ربيع. مش غزال اخوك اللي ماشي هناك ده؟ ايوه هو. وده مين اللي معاه؟ ده خطيبي. هو ده؟ ايوه، كنت عايزاه يستنى اعرفك بيه لكن كان مستعجل قوي. لا معلش، الفرص كتير جاية. ايه ده؟ نعم. انت واقف يا صرابيع ولا ايه؟ ما تجري تعمل مكانك وتغير هدومك. حاضر يا استاذ، عن اذنك يا طعم. اتفضل. وانت يا ست طعمة نعم. واقفه سدلنا السكه كده ليه؟ ما توسعني الفيله. هنقدم الافيال دلوقتي يا استاذ رجائي. اسم الله يا اخويا، يعني ملتزم قوي. قدم اللي تقدمه وخلصنا، عايزين نروح لعيالنا. ايه عملت ايه يا تعمة؟
قلت له؟ قلت له لكن ما بانش عليه حاجة ابدا. تلاقيه بيكتم، انما مش هيفضل يكتم على طول، آه. وهتشوفي. ها يا ريت مش علشاني، عشان طارق لا اكثر لا اقل. اعمل ايه يا ربي، اعمل ايه؟ مش عارف. مالك يا عرفان؟ ها؟ انت ما نمتش لحد دلوقتي؟ لبيبة؟ بفكر يا لبيبة، بفكر. بتفكر في ايه؟ زعلان من نفسي قوي يا لبيبة، بس كان في ايدي اقدم خدمة للربيع، خدمة كبيرة قوي، لكن ما رضيتش. اخفى عليك، هو انت وربيع لكم غير بعض؟ اصلها حكاية هتضايقه قوي يا لبة. اما امرك عجيب، ازاي تبقى خدمة وازاي هتضايقوه؟ يعني هي هتضايقه شوية صغيرة، لكن بعد كده هتفيده؟ جدا. تبقى لازم تعملها. انت شايفة كده؟ خلاص، على خيرة الله، بكرة هقابله واتصرف معاه. خير يا عرفان، عايز تقول ايه؟ بس ما تزعلش يا ربيع. انت عارف اني مش ممكن ازعل منك. بس الحكاية دي يعني ممكن تضايقك شوية. ايه؟ طارق جراله حاجة؟ يا اخي وانت دايما مطور كده على الولد؟ مش ابني الوحيد يا يا اخي. سيدي ربنا يخليكم لبعض. ابنك ما شاء الله بخير، واللي انا عاوز اقوله ملوش اي دعوة بطارق. طب ما تتكلم. انت انت عارف خطيب طعمة يبقى مين؟ انت تعرفه؟ طبعا، حد ما يعرفش نفسه؟ نفسه؟ انت خطيب طعمة؟ سيرك يا دنيا دنيا، سيرك يا عبر سيرك، الكل يا سيرك خليك او جمعة.